بصراحة من كتر ما عجبني المانيكير ده، وده أول استخدام ليه، قررت أعمل ريفيو عنه وأكلمكم عنه. مساء الخير عليكم. الأول ازيكم عاملين ايه؟ أنا ما كنتش جربت لحد دلوقتي البراند ده الدرجة دي بصراحة عجبتني عشان كان عندي شبهها. هنزلها لكم. دي الدرجة اللي أنا كانت عجباني وبدور عليها. حسيت ان شبهها، هي مش شبهها قوي بس قريبة منها شوية. طيب، اقول لكم بقى ايه رايي في مانيكير بصراحه حلو جدا. اول حاجه فرشته جميله. تاني حاجه بينشف بسرعه. ريحته مش نفاذه، مش هتضايقك ريحته. طيب ايه تاني عجبني فيه؟ بصوا، انا بقالي كذا يوم حطاه، يومين. بقالي يومين حطاه وغسلت ايدي كتير، ما حصلوش حاجه. بصوا، غسلت ايدي كتير. هي دي اكتر حاجة عجبتني فيه. يعني دايما اما تيجي تستخدمي مانيكير من على الاطراف كده لو غسلتي ايدك، يعني بصوا اسنس ده هو بصراحة لونه حلو جدا، بس اللي ما عجبنيش فيه بدأ يقشر. وانا يعني ما غسلتش مواعين، ما عملتش حاجة تخلي ان هو يقشر بالمنظر الرهيب اللي قشر بيه ده. لكن بصراحة احلى منه بكتير ودرجته تحفة. درجته تحفة حرفيا. خلي بالكم مش بيتحط مع الوضوء، هو بينقض الوضوء. يعني معلومة بس عشان تبقوا عارفين، ما ينفعش تحطوا مانيكير يعني وتروحي تتوضي، بينقض الوضوء. بس انا خلصت ريفيو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو انتوا برضو جربتوه قولولي، او لو جربتم انواع تانية عجبتكم قولولي. انا جيسي. لو اول مره تتابعيني وعجبك الفيديو دوسي على لايك، لو عايزه تتابعيني دوسي على سبسكرايب وعلى قول عشان يوصلك كل جديد. وباي باي.